مساء الخير. سؤال استطلاعي بتاع النهاردة ويا ريت كل اللي يشوفه يقول رأيه. لو خلاص هترتبط بواحدة معجب بيها جدا واكتشفت انها اكبر منك ب10 سنين، ولو انت هترتبطي بشخص معجبة بيه جدا واكتشفتي انه اصغر منك ب10 سنين، هتكملوا ولا لا وهتعملوا ده ازاي؟ اول رد بيقول عادي طالما في عوامل كويسة بتأهلهم للجواز. عوامل زي ايه؟ زي التكافؤ. سؤال مش منطقي شوية؟ ولو واحد وواحدة اتشدوا هيشوفوا من بدري الفرق ما بينهم، وحتى لو ما بانش الفرق بعد التعارف على طول، لو وصلوا لمرحلة انهم هيرتبطوا هيكونوا عدوا بمراحل كتير. هكون عرفت هو بيشتغل ايه وخريج ايه والحاجات دي كلها، فاكيد مش هوصل اني اكتشف انه اصغر مني ب10 سنين بعد ما قرر الارتباط. اذا احنا عارفين بقى من الاول ان في فرق وتمادينا في العلاقة، يبقى احنا عارفين احنا عايزين ايه، والسؤال ساعتها هنكمل في العلاقة دي ولا لا، وازاي ممكن نواجه المجتمع. اعتقد اني هحاول انهي العلاقة واقول ان مفيش توافق، لأن موضوع الفرق الكبير ده وخصوصا إن الست أكبر بيبقى صعب. سنتين تلاتة مش حكاية، بس 10 صعب جدا. الحب والانبهار وكده هيروحوا بعد كام سنة، والفرق الكبير ده هيفضل عائق في حاجات كتير في الحياة. الريبلاي بيقول فهماكي جدا، بس من ناحية صعب تحصل، لا هي مش صعبة وشفتها. ممكن يعرفوا سنهم من بدري صحيح، بس ما يتخيلوش انهم هيرتبطوا في الأول، بعد ما يحبوا بعض يقفوا في النص مش عارفين يكملوا ازاي. واوقات بيعرفوا فرق السن بس متأخر بعد ما يكون حصل تعلق. اما مواجهة الاهل والمجتمع فهو سؤال مطروح في حد ذاته. بتقول واللي كمان حابة اضيفه ان الحب قرار، يعني ممكن اتشد لحد من اول نظرة يعجبني شكله او طريقته، بس استمراري في العلاقة هو قراري وأنا اللي اتخذته. تستغرب لما حد يقول إنه حب حد من دين تاني أو أصغر منه. أنا عارفة إنك ممكن تفتكري إن الناس تقدر بما إن دي شخصيتك ما شاء الله، بس الناس في الحقيقة مختلفين. يمكن والله. وإجابة تانية بتقول لو هي أكبر مني ب10 سنين وموافقة فأنا هرتبط بيها عادي جدا، مش هيكون عندي مشكلة، لأني أقدر أعيش مع واحدة أكبر مني. أما لو هي أصغر ب10 سنين وأنا اللي مخدتش بالي، أعتقد أنا اللي مش هوافق، لأنها هتبقى محتاجة شخص مناسب لسنها أكتر تعيش معاه. ريبلاي بيقول أنت يا طالع ب10 يا نازل ب10، مش عايش سنك خالص. وهو بيقول أنا فعلا بقالي 20 سنة بحاول أعيش سني مش عارف. ورد كمان بيقول 10 سنين كتير لأكتر من سنة، لأن هي بتكون في سن النضج ورجاحة العقل، مع كمان تناقض مجهود البدني، وهو عايز لسه يخرج مع أصحابه ويروح رحلات ويسافر. ثانيا الستات الكبار شوية ممكن يكون عندهم صعوبة في الإنجاب أو مشاكل في الجنين. ثانيا لو جاء طفل من أم سنها كبير احتمال ما تقدرش تكمل تربيته، واردة طبعا، والأعمار بيد الله. ودي مشكلة متعددة الجوانب، لأن الأب اللي سنه صغير مليون في المية هيتجوز والطفل يكون ضحية. النقطة التانية المهمة هو الفرق الاجتماعي والمادي، لا يكون متسلق وعينه على فلوسها أو مركزها إذا كانت رئيسته في الشغل. معاكي حق إن لو الاستغلال دخل في العلاقة فالفكرة مرفوضة وفاشلة بغض النظر عن السن. ورد بيقول العمر رقم ليس إلا يبقى بالتوفيق. ورد كمان بيقول بالنسبة لو إنها كانت أكبر فبتتصرف مع زوج كأم، دايما تقوم بدور المرشد. أما لو كان الزوج هو الأكبر فغالبا بيقوم بدور الأب، مصدر الدلع، أو بتلعب الغيرة دور مش لطيف في العلاقة. وفي كلا الحالتين بتكون غير سوية، فالأفضل يكون فرق السن معقول ويكون الأكبر هو الزوج. ومعانا رد بيقول طب نجيبها من أول السطر خالص. الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز السيدة خديجة، وكان فرق العمر بينهم كبير، وكانت أحب زوجاته لقلبه وخلف منها أولاد، وتزوج من السيدة عائشة أصغر زوجاته لم ينجب منها. يبقى لو هنتبع دين ونقتد به فأظن مفيش أبلغ من كده. بس إذا أردتها خديجة فكن لها محمد. نيجي للعصر اللي احنا عايشين فيه، زيجات كتير نجحت واستمرت وكانت من أحلى العلاقات، برغم إن في فوارق كتير. القلب لو اتحرك بيمحي كل الفوارق دي. ممكن نلاقي راجل، بس بقول راجل، بيتجوز من واحدة ممكن تكون مطلقة ومعها أولاد وهو ما اتجوزش أصلا، ويتحدى كل ده ويتجوزها ويكون معها أسرة، كأن اللي عدى من حياتها كان زمن ووقت مختلف وأشخاص تانية، والزمن عنده بيبتدي من اللحظة اللي القلب دق فيها. ودي حاجة بتحصل مرة واحدة في العمر، فيا إما يجازف ويخوض التجربة يا إما يسيب القدر وحساباته. وبتكمل وتقول يجي بقى للهلس. لو الست اتجوزت راجل وهي في منتصف العمر، يعني هي 40 وهو 30، فرأيي إنه هياخدها في دنيا تانية دنيته هو، خصوصا لو قلبها قلب طفل وحابة الحياة وعايزة تحب وتتحب. أما لو اتجوزت راجل أكبر منها، يعني هي 40 وهو 50، فده بقى اللي هياخدها ويخليها تعبي الهم في أزايز. خليكي روقة وخليكي أبو كمان. وهنا رد بيقول بيتهيألي صعب، لان هي هتعامله كابنها مش جوزها، وانا رأيي محدش يتجوز اصلا، يلا بلا وجع دماغ.
هو ده الكلام. ومعانا رد بيقول أنا وجهة نظري الحب مش علاقة بالسن، في نفس الوقت ضروري مع الحب يكون في تفاهم من ناحية الدماغ، وفي نفس الوقت لازم يحصل توازن. يعني لو هو شاب ومندفع هي تهدي الاندفاع ده، ونفس الكلام لو الولد اللي أكبر. يبقى المهم يكونوا بيحبوا بعض ومتفاهمين وبينهم توازن، مش بابا وماما. معانا هنا رد بيقول البنت بيبقى عندها 10 سنين ممكن تلف ولد عنده 20 سنة على صباع صغير، تقوم تاخد عيل في اللفة تعمل بيه ايه؟ في فرق سنين ضوئية البنت بتنضجها بدري عن الولد. ورد بيقول الحب مش مرتبط بسن، طالما بيحبها يبقى ما يفرقش عمرها كام، بس يكون راجل وعاقل مش عيل وبيهزر، عشان مخ الست اكبر من الراجل بشويتين. ورد بيقول لا، صعب قوي قوي فرق 10 سنين ده، يعني سنة ولا اتنين ممكن اقول ماشي، لكن ارجع واقول حسب مخه ومخها برضه. رد بيقول حسب عمر قلوبهم، اظن كله حسب روح كل واحد عامله ازاي مش جسده المادي، وده مش سهل يحصل بنجاح الا مع حد فاهم هو جاي الدنيا يعمل ايه. وكمان رد بيقول العمر مش عائق، بالعكس ليه مميزاته، وفي حاجات تانية لازم تكون متوفرة أكتر من الشكليات. دي الردود اللي كانت معانا، يا ترى انتوا كمان رأيكم ايه؟